لا لي 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 لا لي لي لا 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 لي 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 لا لي 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 لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. هشرح معاكم مادة اللغة العربية المنهج الجديد الترم الثاني. هناخد التعبير الكتابي، كتابة غلاف منتج، كتابة غلاف منتج. قبل ما نبدأ شرح التعبير الكتابي، ياريت ما تنساش دعم القناة باللايك وكمان الاشتراك في القناة من خلال العلامة الحمراء أسفل الفيديو، وتفعيل زر الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الأخبار والإشعارات الجديدة. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. التعبير الكتابي، علشان نعمل غلاف لمنتج لازم أول حاجة نعرف يعني إيه كتابة غلاف منتج. كتابة غلاف منتج هو نوع من أنواع الكتابة يتضمن معلومات تكتب على غلاف المنتج، ويعد تصميم غلاف المنتج من أهم مراحل التسويق، لأن التصميم الجيد للمنتج يجذب المشترين. كتابة غلاف منتج هو نوع من أنواع الكتابة بيتضمن معلومات تكتب على غلاف المنتج، وبيعد تصميم غلاف المنتج من أهم مراحل التسويق، لأن التصميم الجيد للمنتج يجذب المشترين. بمعنى إن أنت علشان تعمل غلاف لأي منتج أنت عايز تبيعه لازم تعمل له تصميم كده راقي يجذب المشاهد، وكمان تكتب معلومات مفيدة عن هذا المنتج. المعلومات دي برضك بتجذب المشتري، بيخليه يتبسط من الكلام اللي مكتوب على الغلاف ويفكر إن هو يشتري هذا المنتج. تعالوا معايا بقى نعرف عناصر كتابة الغلاف. ازاي اعمل غلاف؟ عناصر كتابة الغلاف لازم بتتكون من 6 عناصر مهمين هتحفظهم معايا. اول حاجة لازم تكتب له اسم المنتج، يعني المنتج ده اسمه ايه، نوعه ايه. كمان تتكلم عن محتويات المنتج، المكونات اللي بتحتويها المنتج من الداخل. كمان حاجة ان انت لازم تعرفه تعليمات مهمة وهو بيستعمل هذا المنتج. يعني انت لو عامل منتج مثلا حفظ وتخزين منتج معين لازم تعرفه ازاي هيحفظ وازاي يخزن. طيب كمان من العناصر المهمة لازم تعرفه ان المنتج ده مصنوع فين، بلد الصنع. وتعرفه كمان طريقة تحضير المنتج، لو المنتج ده أغذية تعرفه ازاي بتستعملها وازاي بتحضرها، لو أجهزة تعرفه ازاي بتستخدمها. آخر حاجة لازم تكتب له تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء وفترة الضمان. تاريخ الإنتاج اللي هو تاريخ ازاي أصنع أو إمتى صنعت المنتج ده، وتاريخ الإنتاج اللي هو تاريخ إنتاج صلاحية هذا المنتج. فترة الضمان بتاع المنتج بتبقى فترة بيضمن فيها المصنع المنتج ضد أي عيوب في الصناعة. يبقى أنا الوقت كده عرفت ال6 عناصر المهمين علشان تعمل غلاف لأي منتج. هتكتب اسمه، محتوياته، تعليمات مهمة عنه، بلد الصنع بتاعته، طريقة تحضيره أو طريقة استعماله، وآخر حاجة تكتب له تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء وفترة ضمان هذا المنتج. لكتابة غلاف منتج مميز يجب عليك أن تراعي الآتي: 1. الوصف الدقيق للمنتج. 2. الالتزام بكتابة كافة عناصر غلاف المنتج. 3. اختيار المفردات المناسبة. 4. الإملاء الصحيح ومراعاة علامات الترقيم. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله.
تعالوا نطبق مع بعض التعبير الكتابي من خلال الأنشطة التالية. نشاط رقم ألف، لاحظ غلاف المنتج التالي ثم ضع الوصف المناسب كالمثال. عندك كلمات، طريقة التحضير، تعليمات مهمة، اسم المنتج، محتويات المنتج، بلد الصنع، تاريخ الانتهاء وتاريخ الإنتاج. هنبص علينا ده قدام منك غلاف اهو المنتج، مكتوب فيه خضروات متنوعة، دي رقم 1. رقم 2 البازلاء والجزر والفاصوليا. رقم 3 تحفظ مجمدة عند درجة حرارة 180 درجة مئوية تحت الصفر. رقم 4 صنع في مصر. ورقم 5 توضع الزبدة في مقلاة كبيرة وتترك على نار بدرجة حرارة متوسطة حتى تذوب. تضاف الخضروات المجمدة إلى الزبدة مع التقليب جيدا من حين لآخر. يضاف الملح والفلفل إلى خليط الخضروات مع التقليب جيدا. ترفع المقلاة عن النار وتسكب الخضروات في طبق التقديم وتكون جاهزة لتقدم مع الأطباق الأخرى. رقم 6 تاريخ الإنتاج 1/3/2023 وتاريخ الانتهاء 1/3/2025. تعالوا بقى نكمل مع بعض الأماكن الفارغة. أول واحدة السهم بيقول لك هنا خضروات متنوعة، طبعا ده يبقى اسم المنتج، نكتب اسم المنتج. رقم 2 عبارة عن بازلاء وجزر وفاصوليا، يبقى ده محتويات المنتج. رقم 3 قال لك ان هي تعليمات مهمة، عشان كده كاتب لك تحفظ مجمدة، الخضروات تحفظ مجمدة عند درجة 180 درجة. اما صنع في مصر نكتب بلد الصنع. عند رقم 5 جايب لك طريقة التحضير، هيبقى هنكتب طريقة التحضير. رقم 6 تاريخ الانتهاء وتاريخ الانتاج. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. النشاط رقم باء، لاحظ غلاف المنتج السابق ثم ضع علامة صح أمام الجملة اللي بتعبر عن هذا المنتج. رقم 1 بيقول لك المنتج لخضروات مجمدة زرعت في أرض مصرية، هنا العبارة صحيحة. أما رقم 2 لا يعبر تصميم غلاف المنتج عن نوع المنتج، طبعا ده نكتب غلط لأن ده غير مطابق للمنتج اللي فوق. رقم 3 تاريخ الانتهاء يوضح متى انتهت زراعة المنتج، برضك دي غلط. رقم 4 ساعد هذا الغلاف على تعرف كيفية حفظ وتخزين وإعداد المنتج، هنعمل علامة صح لأن ديت الجملة اللي بتعبر عن المنتج السابق. النشاط رقم ج اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تصميم غلاف المنتج يتبع قسم نقط، هل هو الصيانة ولا التسويق ولا الأمن والسلامة؟ هنختار قسم التسويق. رقم 2 محتويات المنتج تشتمل على نقط، صلاحيته ولا اسمه ولا مكوناته؟ هنختار مكوناته. 3 من التعليمات المهمة الخاصة بالمنتج طريقة نقط، التغليف ولا الشراء ولا الحفظ؟ هنختار الحفظ. نشاط رقم د اقرأ غلاف المنتج التالي ثم حلله إلى عناصر. شايفين كاتب لك عنوان الغلاف خلاط كهربائي متعدد الاستخدام، المحتويات بتاعته وعاء سعته لتران، شفرة قابلة للفك، قاعدة كهربائية، دليل استخدام مفصل. التعليمات المهمة بيوصى بعدم استخدام الأطعمة الصلبة حتى لا تتعرض الشفرات وموتور الخلاط للتلف، ونظف الخلاط جيدا بعد الاستخدام. طريقة الاستعمال تأكد من أن الشفرة مثبتة جيدا في قاعدة الخلاط قبل الاستخدام. قطع الأطعمة إلى قطع صغيرة، أضف القليل من السوائل لتسهيل عملية الخلط، وآخر حاجة اضغط على زر التشغيل. أما صنع في مصر هنجيب تاريخ الإنتاج 2023 والضمان 3 سنوات. تحليل النص، طبع الغلاف اللي فوق بتاع الخلاط الكهربائي. أول حاجة اسم المنتج هنكتب خلاط كهربائي متعدد الاستخدام. محتويات المنتج هنكتب وعاء سعته لتران وشفرة قابلة للفك.
تعليمات مهمة نكتب: يوصى بعدم استخدام الأطعمة الصلبة حتى لا تتعرض الشفرات، ونكتب كمان موتور الخلاط للتلف، وكمان هنكتب تعليمات ان انت دايما تنظف الخلاط. بلد الصنع نكتب صنع في مصر. طريقة الاستعمال نكتب مع بعض: تأكد من أن الشفرة مثبتة جيدا في قاعدة الخلاط، قطع الأطعمة إلى قطع صغيرة وأضف القليل من السوائل، وبعد كده بنشغل الخلاط. تاريخ الإنتاج 2023، فترة الضمان 3 سنوات. نشوف مع بعض نشاط رقم هاء. طلب منك أحد التجار أن تكتب غلاف منتج ما. اكتب هذا الغلاف بعدد كلمات يتراوح بين 50 و100 كلمة، مستعينا بالعناصر الأساسية الموضحة بالجدول. زي ما انت شايف هنا الشكل اللي قدامك موبايل. هنكتب هنا فوق كده على الجنب هنا الهاتف الذكي C21 ثنائي الشريحة. المحتويات بتاعته: كاميرا أمامية وخلفية، وشاشة تعمل باللمس، وشريحة ذاكرة 64 جيجا بايت، وشاحن وسماعة. نكتب كمان التعليمات بتاعته ان انت تستعمل الشاحن الأصلي للهاتف، ولا تترك الهاتف في الشاحن مطولا بعد انتهاء الشحن. نكتب في طريقة الاستعمال ان احنا نضغط مطولا على مفتاح التشغيل، ونختار لغتك ودولتك، واتبع التعليمات التي تظهر على شاشة الهاتف. في الآخر هنا بنكتب تاريخ الإنتاج 2023، فترة الضمان 3 سنوات. نشاط رقم واو. اختر أحد هذه المنتجات ثم خطط لكتابة غلاف له ثم اكتب. جايب لك أول حاجة اللي هي صلصة الطماطم، أو ممكن نعتبرها كاتشب حسب ما هو بقى محدد. هنا علبة الآيس كريم، على ما أعتقد يعني إن هي ممكن تكون آيس كريم. وهنا المكنسة الكهربائية. هتختار واحدة منهم وتتكلم عنها في عناصر غلاف المنتج. أنا اخترت المكنسة الكهربائية، ده اسم المنتج. محتويات المنتج: قاعدة المكنسة، خرطوم الشفط، ذراع حديدي، كيس داخلي، دليل استخدام مفصل. أما تعليمات مهمة إن احنا ما نتركش المكنسة تعمل في وقت طويل حتى لا يتلف الموتور. دايما ننظف كيس الأتربة دائما مع تنظيف المكنسة. بلد الصنع هنكتب صنع في مصر. طريقة تحضير أو استخدام المنتج: إن أنت ما بتيجي تشغله بتاخد الفيشة بتدخلها وتشغل الكهرباء بتاعتها، هتوصلها بالكهرباء، تضغط على زر التشغيل، هتوجه ذراع الشفط للأرض وتشفط الأتربة. تاريخ الإنتاج هنكتب 2023، فترة الضمان 3 سنوات. وبكده أكون نهيت معاكم التعبير الكتابي. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا 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 لا